جميعا. أنا بعتذر جدا، أنا مريض جدا وأنا بتكلم. سلامتك يا دكتور. ألف سلامة يا دكتور. بداية شكرا جزيلا لحضرات الحضور. أعتقد أن هذا المهرجان يكتسب أهميته من حضوركم جميعا، سواء الجمهور محبي الأفلام التسجيلية، السينما التسجيلية، أو المخرجين والنقاد والإعلاميين. شكرا جزيلا لحضراتكم. الشكر موصول إلى يعني الأخ العزيز أستاذ علاء نصر، المخرج الجميل علاء نصر، يعني الذي آل على نفسه أن يؤسس لهذا المهرجان وكأنه يضع علامة بارزة يعني للاحتفاء بالسينما التسجيلية في هذا الوطن الجميل في هذه الظروف شديدة الصعوبة. أعتقد أن صعوبة هذا المهرجان وأيضا في دورته السابقة التي لم أشرف بحضورها أعتقد تكمن في هذا الحراك الثقافي والسياسي والاجتماعي، وهذه الروح السائرة الجديدة في حياتنا، وهذا الهدير المتواصل. نأمل أن يستقر هذا الوطن ولا يتعارض التعبير من خلال أي شكل من أشكال التعبير المحترم، سواء الكتابة أو التظاهر، مع أن نعمل جميعا المبدعون في السينما، في المسرح، في كافة جوانب الفن المختلفة، لأن هذا الوطن العزيز اكتسب تاريخه على الأقل خلال القرنين الماضيين من دوره في الثقافة والفن والإبداع. ما كان من الممكن أن تلعب مصر هذا الدور الكبير إلا بكتابها ونقادها والسينما وكافة والفن، يعني وتتبعنا دور الفن في حياتنا، وخصوصا الغناء والموسيقى، الشعر إلى آخره. أعتقد أن كل هذه الجوانب قد أكسبت هذا الوطن الجميل هذه القيمة التي أدت إلى أن يحترمنا العالم احتراما كبيرا كدولة كبيرة بفنها وثقافتها. شكرا جزيلا للمخرج الكبير العظيم جدا الأستاذ محمد عبد العزيز الذي يترأس هذا المهرجان، وشكرا لكل اللجنة المحترمة التي قامت بإعداد سواء من الفنانين أو من حتى العلاقات العامة. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأنا وأشكر يعني إدارة المهرجان لأنها اختارت نخبة رائعة جدا من العاملين في مجال السينما. أعتقد أن هذا الاختيار هو اختيار محترم جدا، من المصورين إلى الممثلين إلى المخرجين إلى حتى الإعلاميين في مجال الفن. يعني أنا بأهنئهم وبشكر اللجنة على هذا الاختيار، وأنا يعني لو كنت في اللجنة وأنا يعني اعتبروني ممثل الجمهور ولست يعني ما كان من الممكن أن يتم الاختيار أفضل مما وقع عليه الاختيار. شكرا أيضا لمخرج الجميل محمد العدل الذي أعد هذا. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا. أعتقد يعني الناس أحيانا وخصوصا الفنانين في هذه الظروف التاريخية التي يمر بها الوطن يشعرون أحيانا بقدر من القلق والخوف والحساسية الشديدة جدا. أنا هقول لكم إنه هذا الوطن لا يمكن أن يتأثر فنه ولا إبداعه إطلاقا. لا تستطيع جماعة ولا فئة ولا تيار ولا حكومة ولا المصريون الذين يحبون السينما ويحبون المسرح ويحبون الغناء ويحبون ويستمتعوا بالموسيقى ويترددون على الأوبرا، والمصريون الشريحة الواسعة جدا 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 من المجتمع المصري هي التي تستمتع وتبدع هذا الفن. لا يستطيع أحد إطلاقا أن ينتزع منا هذه الهوية. دي هوية مصر، هوية مصر يعني منذ المراحل القديمة، مصر الفرعونية ومصر القبطية ومصر الإسلامية ومصر الحديثة من القرن 19 إلى الوقت الحاضر. كل هذه الطبقات المتراكمة من الإبداع دي هويتنا، هويتنا في الأدب وفي الكتابة وفي الشعر وفي السينما وفي المسرح وفي الحرية. هذه الهويات، هذه الهوية
هذه الهوية لا يستطيع أحد أن ينتزعها، لأنها لو انتزعت منا لتحولنا إلى جثة بلا روح، ويستحيل هذا الوطن الكبير أن يتحول إلى جثة بلا روح. ستبقى مصر بفنها وبثقافتها وبإبداعها ما بقيت الحياة. شكرا جزيلا. شكرا.